انا دلوقتي داخل خلاص، عرفت ان انا هصور. طب انا معايا الكاميرا. اول حاجه احنا قلنا ايه؟ عندنا احجام اللقطه. يعني ايه حجم اللقطه؟ يعني انا هصور من قريب ولا من بعيد؟ هصور ازاي بالظبط؟ فانا عندي يعني هنتكلم هنا الشوت سايز. عندي هنا الاستابليشنج شوت او الاكستريم وايد شوت، وعندي بعد كده حاجه اسمها الماستر، بعد كده الوايد شوت، بعد كده عندي حاجه اسمها الفول شوت، وكمان ميديوم فول شوت اللي هو الاف اس او الكاوبوي. بعد كده عندي حاجه اسمها الميديوم شوت، وميديوم كلوز اب شوت، وعندي كمان في حاجه كلوز اب شوت. هتلاقي في حاجات كتير قوي كده. طب انا عايز افصل، انا مش هعرف احفظ كل الكلام ده. جميل، متفقين ان انا واحد لسه داخل مش عارف احفظ الكلام ده. هنقسمه للاول. انا عندي اول ثلاثه. اول ثلاثه دول بتوع ايه؟ اول حاجه هنمسك مثلا اللي هو اكستريم وايد شوت، اللي هو اي دبليو اس. يبقى نكتب في الاختصار بتاعه كده اهو، اكستريم وايد شوت. اول واحد. عندي نوعين في التصوير، يا اما بصور حاجه ليها علاقه بالبيئه مثلا، او بصور حاجه ليها علاقه بشخص، subject او object مثلا. تمام. يبقى انا بصور البيئه او شخص. جميل. طيب، اول حاجه بالنسبه لتصوير البيئه والحاجات التفاصيل، هي اول حاجه اللي هو الاكستريم وايد شوت. تمام. ده بيعبر عن ايه بقى؟ ده هات شاشه كبيره خالص كده. تمام. الشاشه الكبيره ده عباره عن ايه؟ وليكن مشهد صحراء. تمام. الشخصيه اللي موجوده في المشهد حجمها عامل ازاي؟ هنجيب اي لون تاني كده يكون واضح، اللون الاحمر مثلا كده. دي الشخصيه. شايفين حجمها بالنسبه للصوره عامل ازاي؟ تكاد ان انت ما تكونش شايفها اصلا. دي ليه؟ لأن هو الفكرة كلها من الجزء ده بيعبر عن المكان، طبيعته. تمام. يعني أنا بعبر عن المكان، طبيعته عامل إزاي، البيئة شكلها عامل إزاي، إيه الحاجات اللي أنا المحيطة اللي موجودة قدامي. زي مثلا فيلم ستار وورز لو شفناه تلاقي اللي هو جايب الفضاء. طب الفضاء ده جايب فيه تفاصيل صغيرة زي المركبة مثلا اللي ماشية في الفضاء بحجم صغير قوي كده. طب ما أنا عشان أبين إن هي ماشية في مساحة أو المنطقة اللي أنا عايزها، فيبقى اتفقنا إن أول حاجة هو الاكستريم وايد شوت. ده عشان خاطر ان انا محتاج ابين البيئه المحيطه قدامي. طب المشهد ده بيكون ايه؟ مشهد افتتاحي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بدخل في فيلم عايز ابين كل التفاصيل اللي قدامي، فطبيعي هقوم جايب ايه؟ اللي هو الاكستريم وايد شوت، اللي هي بتبين لي كل حاجه في المشهد وطبيعه المكان. كانه مبنى مثلا وفي سوق قدامه، كانه مش عارف ايه، كانه مثلا صحراء وبصور اللي هو الاوبجكت حاجه صغيره كده عشان يبين لي المكان او الزمان اللي هو فيه عامل ازاي. يبقى المشهد ده ممكن يستخدم اللي هو في الانترو او حاجه، او اوبنر للفيلم او الفيديو اللي انا هعمله. طبعا المشهد ده عشان تجيبه يعني ده انت محتاج مساحه كبيره قوي. يعني لو انت هتشتغل على الكلام ده محتاج مثلا، لو واحد شغال في الفيديو فيديو فوتوغرافي مثلا، هتلاقيه رايح في صحراء وليكن، وجايب المشهد من بعيد وجايب العريس والعروس حاجه حاجه صغيره كده مثلا هنا، بس عشان يدي حاجه افتتاحيه للمشهد مش اكتر. تمام. بعد كده عندي حاجه اصغر شويه، وقلنا إن هنا ده بيعبر عن البيئة بالنسبة، البيئة والمكان والزمان بتاعته. يعني بيوصف طبيعة جغرافية. تمام. جو طبيعة جغرافية. تمام. يبقى أنا عندي كده اللي هو المكان، أو بيوصف هنا الزمن بتاعي واللقطة دي فين. طب عندي حاجة بعد كده اللي هي الماستر، لقطة أساسية. ودي في الغالب هتلاقيها في التصوير كله. لو أنا معرفتش أجيب الكلام اللي فوق ده لأن أنا مش معايا المساحة والمحيط والكلام اللي يديلي الكلام الجزء ده، فأنا مثلا هتخيل إن أنا كشخص واقف في مكان هنا، جنبي هنا في دولاب، جنبي كراسي، جنبي مش عارف إيه، جنبي هنا كده. بيوصف الديكوريشن عندي هنا إيه موجود ورا. فتلاقي إن هو واصف حاجتين، واصف له علاقة بالبيئة، وفي نفس الوقت ليه علاقة شوية بالسبجكت، بس بيبين السبجكت بالنسبة لإيه؟ للمكان. والمشهد ده بيكون تكميلي للمشهد اللي فوق. يعني الماستر ده بيكون تكميلي للجزء ده. تخيل كده، أنا رحت مكان لقيت مثلا صحراء، وبعد كده المشهد التاني قام جايب صورة
كده فيها مثلا خيم، خيم وبدو مثلا ومش عارف ايه. فطبيعي ان انا كنت في صحراء، فدخلت المشهد التاني في زون خيم، فهو كمل المشهد. تمام، واصله ولا مش واصله؟ في حد عنده مشكله في الحته دي؟ واصلة تمام. طب تمام. انا حاسه ان انا يا باشمهندس متلخبطه شويه. ازاي؟ قولي لي اللخبطه اللي عندك قبل ما نروح يعني المرحله انا اللي بعدها. دلوقتي لو انا دلوقتي مثلا تخيلت ان انا في صحراء وفي بدو، هنا يبقى الماستر ايه؟ الماستر هنا بيعبر لك، انا قلت الماستر بيعبر عن المكان، شكل المكان والبيئة، وبالنسبة اللي فيها اشخاص. يعني رابط واصل ما بين حاجتين، واصل ما بين اللي هو البيئة اللي احنا قلنا عليه، وواصل ما بين اللي هو السبجكت او او الشخص او الحاجة اللي عندي في الاول. تمام. يبقى هو رابط ما امم. بين ده وما بين ده. طب انا بينت، ما انا بينت الخيم ده جزء. هل الخيم دي الصحراء نفسها؟ لا، ده جزء موجود في الصحراء. يعني بدو طبيعتهم ان هم قاعدين في صحراء، فطبيعي ان انا شايف خيام، يبقى انا عرفت المكان. حاجات تفاصيل كده اديت لي تكملة للمكان. بعد كده شفت جمل، شفت مش عارف ايه، شفت شخص واقف وكذا وكذا، وهنا قاعدين يتكلموا، وصور خيام تانية وراهم، صور مش عارف ايه كده. فالمشهد اللقطة واسعة. تمام. او بيتسمى اللي هي الوايت شوت، بيتسمى لقطة واسعة، بس في نفس الوقت جايب فيها تفاصيل وتفاصيل البيئة اللي وراها. حلو. امم. في لخبطة فيها؟ لا تمام. اللي بس فوق الماستر ده ان هو بيربط ما بين إيه البيئه وما بين السبجكت ده، مش لازم يكون بني ادم، يعني ممكن يكون جماد ممكن مثلا. ممكن بالظبط كده، ممكن يكون جماد، ممكن يكون اي حاجه، بس اهم حاجه ان هو السبجكت السكيل بتاعه. يعني شفت الصوره الاولى لما بقول لك السكيل اللي هو الحجم او النسبه بتاعت الشخص، شوف الشخص عامل ازاي بالنسبه للكادر. اه. موجود خالص، كانه مش موجود اصلا، لان انا امم. مهتم ان انا اشوف ايه اللي موجود هنا ده كله. الماستر بقى لا، عكسه شويه، انا مهتم ان انا اشوف المكان عامل ازاي، بس على الاقل السبجكت ظاهر موجود معايا في الماستر. يعني انا شايف السبجكت حجمه معقول، مش حجمه مهمل، لا الحجم موجود، بس انا شايف تفاصيل المكان كديكوريشن كمش عارف ايه. ده يعتبر الماستر. لقطة جايبة كل تمام. حاجة، بس برضو مهتمة ان هي تجيب تعبر عن المكان وتعبر عن الاشخاص او الحاجة اللي موجودة او تفصيلة المكان عامة. امم. تمام. بعد كده تمام. عندي اخر حاجه بتعبر عن الكلام ده، هو الوايت شوت. لقطه واسعه. يعني ايه الكلام ده؟ هي اللقطه دي هتلاقيها مشابهه او قريبه في الحجم للقطه بتاعه الماستر او اصغر منها شويه. تمام. بس كل اهتمامها وتركيزها على مين؟ على الشخص نفسه، او على الاوبجكت اللي موجود، سواء بقى جماد او سواء حاجه حيه او الكلام ده كله. بس هو جوه ايه؟ التركيز كله مش على الديكوريشن بتاع المكان، التركيز كله على ايه؟ الحاجات اللي موجودة في المكان ايه، كشخص، كحاجة جماد زي ما احنا قلنا. بس اللقطة بتكون أصغر شوية من الماستر. فيها غلط فيها أو في أي حاجة مش فاهمة فيها؟ لا تمام مظبوط. تمام، حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا اللي هو مثلا لو حاجة بتربط البيئة، مثلا هنجزئها ثلاث حاجات عشان تكون أبسط من الكلام ده كله. هنجزئها لثلاث حاجات. أول حاجة اللي هو الإكستريم وايت شوت. ده لقطة واسعة قوي، وبيبقى لقطة افتتاحية، مثلا في انترو أو في اوبنر كده زي ما احنا بنقول. تمام. واللقطة دي بتعبر عن الطبيعة الجغرافية للمكان، شكله عامل ازاي، وحجم الكتلة او السبجكت او العنصر اللي موجود جواها يكاد يكون مهمل اصلا. تاني نوع اللي هو الماستر. لا، وده قافلة عنده كده، ده مهتم ان هو يعبر عن المكان وطبيعته وشكله، وبيكمل الجزء اللي فوق ده، بس حجم السبجكت مش مهمل، موجود، بس برضه لازم يعبر عن المكان وطبيعته عامل ازاي. يبقى واصل ما بين الاتنين. نيجي بقى الوايت شوت، هي لقطة واسعة بس مهتم اكتر ان انا ابين العنصر اللي موجود. يبقى الماستر هي رابط ما بين ايه؟ رابط ما الوايت بين شوت الوايت والسكرين بوت شوت. الانتو. تمام، اللي هو رابط ما بين اللي هي الاكستريم وايت شوت او اللقطة الافتتاحية بتاعتي والوايت شوت. تمام، حاجة في النص كده ما بينهم. صعب الكلام ده؟ لا تمام. نروح بقى للجزئيات الكتير، ايه الرغي الكتير اللي بعده ده، اللي هو عمال يقول لي مش عارف ايه كلوز اب شوت ومش عارف واكستريم كلوز اب شوت والحوارات دي كلها ايه.
نبدا باول حاجه اللي هو فول شوت، اللي هو الاف اس اللي تحت ده. طب هنروح نعمل ايه؟ هنروح هنا، ده الخريطة لو حد عايز يشوف بس الكلام الأول. شايفين فول شوت هنا، بعد كده ميديوم فول شوت اللي هو الجزء بتاع الكاوبوي، وبعد كده الميديوم شوت، بعد كده ميديوم كلوز اب شوت، بعد كده كلوز اب شوت، بعد كده اكستريم كلوز اب شوت. في رغي كتير هتوه. هجزأ الكلام ده ازاي؟ أول حاجة، يعني ايه فول شوت أصلا؟ فول، حاجة كاملة. جميل، من اسمها. هقوم رايح هنا بقى المهتم بالجزء ده، كلها عبارة عن أشخاص، جسم شخص، ده اللي هندرس عليه كل الحاجات الباقية. انا عندي هنا الشخص لو واقف كده مثلا، ده الايه ده هو مثلا، وهنا ده الجزء بتاع هنا كده الرجل بتاعته، عشان نوضح اكتر بس الركبه هنا، تفصيله الركبه كده. تمام. وهنا مثلا كده. حلو. هنبدا نجزأ بقى. ايه هو الفول شوت؟ الفول شوت هو معناه ان انا جايب من الراس هنا لفين؟ للرجل هنا. يبقى كل ده من هنا لهنا كله ظاهر معايا في الكادر. تمام. يبقى جايب من فوق الراس بشويه حاجه بسيطه، ليه جايب الرجل معايا، ده اسمه فول شوت. حلو. نروح بلون تاني بقى، نختار مثلا وليكن لون اخضر. ايه الخطوه اللي بعده، او ايه الحاجه اللي كانت بعده؟ المفروض يكون سكريبت حوار. السكريبت ده اللي هو الحوار ما بين اشخاص، او ممكن يكون مثلا مش شرط حوار ما بين اشخاص. يعني انا بكتب المكان والزمان بس في السكريبت، وبكتب بقى التفاصيل اللي جوه، هل هو حوار، هل هو مش عارف ايه، هل انا بصور مشهد وبس ما فيش في اي حاجه حواريه. اهم حاجه فوق ان انا بحدد المكان والزمان بتاعي، بعد كده اي تفصيله بكتبها بقى جوه الكلام ده. اي تفصيله، حوار ما بين مثلا احمد ومحمد عمالين يتكلموا، بس بيتكلموا في المكان فين والزمان بتاعهم ايه. هو ده المهم في السكريبت عشان اعرف اصوره بس. تمام. فنيجي بقى للجزئيه اللي هنا بتاعه الفول شوت. نروح للي بعده. ايه اللي كان بعده؟ هنا ميديوم فول شوت، اللي هو الكاوبوي. حد شاف افلام بتاعه المكسيك قبل كده؟ افلام الكاوبوي، اه. تمام، حلو قوي. كنت إيه. تلاحظ دايما في الصوره اللي بيجيبوها ان هو بيجيبوا واحد لابس الطاقيه كده ومش عارف ايه وايا كان بقى، هنا مثلا. تمام. ودايما وجايب بيجيبوا الصوره من اول هنا، زوم من اول البوت مثلا. من اول هنا كده. يعني شايفين الركبة هنا فين؟ اهو. جايب دايما صورة على السلاح بتاعه وصورة من اللي هنا، يعني جايب من اول الراس هنا لهنا، الجزء ده كده، فوق الركبة بشوية وفوق الراس. ده اسمه اللي هو الميديوم فول شوت، او اللي هو الكاو بوي. تمام. في حد بعت رسالة نشوفها بس الاول. تمام. خلاص تمام، مش سهل. يبقى احنا كده فهمنا الجزء اللي بعده، او الصورة اللي بعده تدريجها عامل ازاي، اللي هو الميديوم فول شوت او الكاو بوي. طب ايه الميديوم شوت بقى من الاسم بتاعه؟ يعني زي ما قلنا الفول شوت، يبقى نطلع شوية بالصورة، نختار لون تاني، مثلا أي لون تاني هنا كده، ونروح هنا. ده النقطة بتاعة السنتر بتاعي، اللي هو النقطة بتاع نص الجسم. تمام. مش داخل في الرجل فوق ولا داخل فوق خالص. تمام. يبقى أنا كده داخل جايب الراس لحد السنتر بتاعي. ده اسمه ميديوم فول شوت. حلو. ميديوم شوت قصدي، معلش. ده الميديوم فول شوت. نمسح بس الجزء ده عشان اشوف ايه اللي ظاهر. اه تمام، هو ده اللي ظاهر هنا. طيب يبقى احنا عرفنا اللي هو الميديوم شوت والتلات فول شوت، بعد كده تدريجي شويه طلعت لحد فوق الركبه، من فوق الركبه للراس. ده الميديوم فول شوت اللي هو الجزء بتاع الكاوبوي. الميديوم شوت اللي هو فوق شويه من المنتصف بتاع الجسم لحد فوق الراس. طب ميديوم كلوز اب شوت، ايه ده بقى الام سي يو ده؟ احنا كنا بنطلع تدريجي لايه؟ فوق. كل شويه عمالين نطلع لفوق. تمام. طيب ده بالظبط المكان بتاعه فين؟ شايفين اللي هو الشيست اللي هو تحت الصدر بشويه كده، هنا.
لفوق الراس هنا كده، ده اللي هو الام سي يو، ميديم كلوز اب شوت. تمام. طيب بعد كده قال لي في حاجة تانية، قال لي والله عندي كمان اللي هو بعد ده في كلوز اب شوت اللي هو السي يو، بعد كده في اي سي يو اللي هو الاكستريم. طب الكلوز اب ده ايه؟ لما اجي اشوف لو انا بطلع بقرب شويه بيقول لي قرب اكتر، قرب اكتر. هو انا مهتم دايما ان انا اشوف البادي بتاع الشخصيه ولا الراس بتاعته اصلا؟ في اي حاجه، اي فيلم، الاهتمام بتاعنا دايما بيكون ان انا اشوف الشخصيه ولا اشوف الراس بتاعته. الاكسبريشنز بتاع الشخصية، بالظبط، الوش. جميل قوي، حلو قوي. يبقى انا مهتم ان انا اشوفه هو اصلا تعابيره عامله ازاي، او هو إيه الحوار اللي موجود قدامه ده. فلما اجي اصغر اكتر بيقول لي بقى عايز كلوز اب فوق المنطقه بتاع الصدر هنا بشويه، يبقى انا ببين الراس مع الكتف. تمام. يبقى اروح هنا فوق شويه كمان ابين الراس، يبقى انا ده الجزء بتاع الكتف اهو هنا كده، مبين الكتف هنا من اول هنا كده، مبين تفصيله الكتف مع الراس فوق. ده اللي هو السي يو. تمام. اللي هو كلوز اب. طب اخر حاجه بقى الاكستريم. لو هنيجي نشوف الكلام ده، سيبك من الجزئيات اللي فوق، الاكستريم عامه هيكون يا اما جايب الراس بس مع حته صغيره قوي من الرقبه، اللي هو مبين جزء بسيط خالص من الكتف، مش مبين الكتف كله. تمام. جزء بسيط خالص. يا اما حاجه تانية، يا اما مبين بس تفصيله زي العين. يعني انا قمت جايب مثلا العين، واحد بيدمع او العين بتاعته عماله تتحرك بسرعه ومش عارف ايه، فطبيعي ان انا هجيب ايه التفصيله بتاعه العين بتاعته. تمام. يبقى تفصيله العين ده هي اللي هو الاكستريم، اللي هو اكتر حاجه. خلاص بقى انا كده مش هعرف اجيب زوم بعد كده. تمام. في طب اي مشكله؟ معلش ممكن أسأل سؤال بس؟ ماشي، اتفضل. هو الاكستريم ده لازم يبقى للوش بس؟ يعني مثلا لو انا بصور ايد فيها خاتم او اي حاجة برضو ده اكستريم، ولا اكستريم، الاكستريم للوش؟ ده اكستريم امم. يعتبر طالما انا بصور تفصيلات صغيره. ده اكستريم. امم. انا مش مبين البادي كله، انا بقول لك انواع اللقطات بالنسبه للشخص. هل انا ذكرت بقى الايد بتاعه ومش عارف ايه؟ ده كده تفصيله. انا عايز ابين خاتم، يبقى ده اكستريم، انا مبين تفصيله صغيره. تمام. امم. في امم. حد عنده مشكله ماشي. في تدريج الاشخاص او التفصيله اللي هنا صعبه؟ طب هو ايه الفرق بين الوايد شوت والفول شوت؟ مش الاتنين بيهتموا بالشخص؟ اه، بس هنا مهتم ان هو يبين انا عند الشخص. تمام، جميل قوي. ثانيه واحده. الفول شوت مم. قصدك ان هو الشخص هنا. مم. تمام. الفول شوت عامه شوفي جايب منين، مهتم ان هو يجيب هنا لهنا لفوق الراس. مم. الوايد شوت انا ممكن اجيب هنا كده واخلي الشخصيه عامله كده، جايب من الرجل هنا والراس هنا، يبقى دي الفول شوت. بس دي وايد شوت طالما فيها مكان او فيها تفصيله. يعني ممكن يكون ارتفاع الغرفه كلها بس فيها تفصيله صغيره زي الشخص واقف في الغرفه. هل انا كده جبت الفول شوت ولا جبت صوره واسعه؟ مش فاهمة. طيب وايد شوت. وايد. خلينا مثلا هوضحها اكتر. انا دلوقتي عندي صوره. تمام. واقف انا كده هنا مثلا، انا واقف هنا، وهنا مثلا في صالة جيم. فطبيعي ان الجهاز ارتفاعه كبير مثلا او نازل بارتفاع اكبر ومش عارف ايه، وفي تفصيلات هنا كمان او الحاجات دي. فطبيعي ارتفاع الجهاز اعلى مني بكتير بمسافة مثلا. تمام. مم. الفول شوت كانت عبارة عن ايه؟ بجيب الجسم كله. الجسم كله من الراس للرجل، اخر الكادر بتاعي فوق الراس بشوية، حاجة بسيطة. طب هنا في فاصل اه يعني، كبير. انت قصدك ان الوايد ده بقى بصور الشخص في المكان، مش قصدي جسم الشخص. بالظبط. لكن الفول شوت انا مهتمه ان انا اجيب جسمه كله يبقى باين، مهتميه بالشخص، مش هو في المكان ايه. لكن الوايد في هو في مكانه فين. بالظبط كده. يعني حتى انا مم. فصلتها خالص وانا بقول في الاول في ثلاث حاجات، في ثلاث انواع: مهتمين بالبيئه مثلا او مهتمين بالشخص بس جوه البيئه نفسها، انا في مكان ايه. وفي لقطات بيبقى مهتمين اكتر بنصور الشخص نفسه عامل ازاي. زي شفت الفيديوز بتاع اليوتيوب مثلا، واحد بيقدم اي محتوى عامه، هتلاقي كل اللقطات اللي احنا بنتكلم عليها داخله في جزء اللي هو ايه، اللي على اليمين ده اللي هو بتاع الاشخاص ده. نادرا لما تلاقي حاجات تانية زي دي مثلا، او بتبقى حاجات اضافية محطوطة بس عشان ايه، تدي روح اكتر للصورة، مش اكتر من كده. مم.
مم. الاكستريم ده بقى لو في مشهد حاجه دراميه شويه، حاجه مثلا فيها محتاجه رياكشن سريع، حركه العين او الكلام ده كله، فببدا ادخل الكلام ده معايا. خلينا بقى نشوف فيديو كده حلو ونفهم ايه الكلام ده. تمام، ندخل بس هنا كده. يبقى هي دي الخريطه بتاعتنا، بس هنقسمها الثلاثه اللي على الشمال دول حاجه، واللي على اليمين ده كله حاجات بسيطه من الصوره اللي احنا رسمناها دي هنعرف نفهمها، هتبقى بسيطه اكتر من كده كمان. تمام، نبدا بقى نشوف فيديو كده. اوكي، نروح نعمل شير بس للفيديو. شير ساوند، اوكي تمام، ماشي كده الفيديو. الفيديو ظهر بصوت معاكم ولا ما ظهرش بصوت؟ هو ظهر بصوت بس هو بطيء هو شوية. كده واقف، وانا كده موقفه، بس هو كده اشتغل بصوت. Films are made up of sequences. اشتغل بفلوس. تمام، حلو قوي. تمام. احنا دلوقتي الفيديو ده And هيورينا work our way تفاصيل down. اكتر Publish the عن rhythm, انواع اللقطات عامة. cheat sheet. تمام. The next time you أول need حاجة creator and هنا advertisers. مثلا اهو، As we go, we'll populate اول حاجة اللي هو اللقطة الافتتاحية الاستابليشنج، او زي ما احنا قلنا اللي هي اكستريم وايد شوت. حلو، لو لاحظتوا شايفين الشخص عامل ازاي بالنسبة للمكان، يكاد يكون مهمل، حاجة بعيدة خالص. تمام، الماستر شوت شايفين في الشخص اهو، بس في حواليه حاجة تانية بتعبر عنه، عن المكان والصورة عاملة ازاي. الوايد شوت هو مهتم بمين؟ بالشخص بس ظاهر لي اكتر. الفول شوت اهو والوايد شوت اهي، الفول شوت اهي والوايد شوت. شايفه الفرق؟ هنا جايب الفول شوت فوق الراس بحاجة بسيطة وجايب الرجل، هنا جايب الوايد شوت شايفه يعني جايب تحت الرجل عادي مسافة، جايب الشخص بعيد شوية وجايب هنا مسافة كبيرة، ففي فاصل موضح الفاصل دي. طب نشوف فيديو بقى توضيح اكتر للكلام a ده. shot list in Studio Binder as a sort of cheat sheet the next time you need to create one. Now open a scene or even an entire ده اول حاجه اللي هو مشهد افتتاحي، انا شايف الحاجه وظروف مناخيه بتحصل وفي تلج عمال ينزل، ضرب العاب ناريه مثلا، او اللي هي الاحتفالات بتاع الطيارات والكلام ده. It is typically wide enough to establish the geography, هنا نفس المكان معبر عن مسرح كبير مبين كل حاجه في المكان هي عباره عن ايه. time of day, شايفين هنا ده الشخص عامل ازاي اللي عليه الماوس؟ ده الشخص مثلا من فيلم ستار وورز، هتلاقي شايفين السفينة عاملة ازاي، او البيئة نفسها، انا في صحراء والسفينة واقعة. الشخص ده ممكن نازل من السفينة، بس انا ببين، انا عايز ابين ايه، المكان شكله عامل ازاي عامة. ماليش علاقة بقى الجسم يكون مهمل اصلا، كان هو لو ما عملت الزوم عليه ان انا مش شايف. show the scale of subjects in relation to their environment, and is often used to transition between scenes. With genres like science fiction, where entirely new worlds need to be introduced, the establishing shot is crucial. Blade Runner 2049 opens with a series of establishing shots. We get the first impressions of near-future Earth with industrial and futuristic farms outside the city. So remember, an establishing shot is a crucial introductory component of any scene. It can mark a transition to a new location, or introduce crucial details about the location or world. بقى كده احنا فهمنا اصلا اللقطة الافتتاحية عبارة عن ايه. هو مهم عنده ان هو يبين لي المكان، يبين لي تفاصيل الجو المحيط عامل ازاي، نقلة ما بين مشهد والتاني، الافتتاحية بتاعة المشهد بتاع الفيلم مثلا، ده هي الاكستريم وايد شوت او الاستابليشنج شوت. فيها اي مشكلة لحد دلوقتي؟ لا تمام يا باشمهندس. لا طيب تمام. نروح بقى اللي بعده. The establishing shot is often followed up with a master shot, ده or simply بيكمله. the master. هنشوف بقى الماستر بيبقى عامل ازاي. شايفين هنا الشخصيات موجودة، هو ده مسرح وكل حاجة، ومبين كل الكلام ده بلقطة واسعة والشخصيات جوه ايه، بس في نفس الوقت مبين البيئة بتاعة المكان. تمام،
Like the establishing هنا shot, كمان a نكمل. master shot هنا confirms the اهو، location هنا انا مش شرط انا مبين هنا في اوبجكت موجود هنا اهو، بس مبين ان هو في البيت، مبين تفاصيل المكان ده فين، and geography of the scene. بيبين اهو. It also بيقول جغرافية المكان نفسه، بيبين كمان الاوبجكت وهو جواه. clarifies which characters are in the scene and where they are in relationship to each other. Go on, sit down. Go ahead. Talk to each other. Sit down. Hey, Mr. Einstein. Here we see مشهد a زي ده، هو master هنا from the جايب Godfather جايب ناس قاعدة في مطعم وعارف، أو قاعدة مثلا في دايننج روم وقاعدة بتاكل مع بعض وعمالين في حوار ما بينهم، بس جايب كل تفصيلة المكان مع الأشخاص اللي موجودين فيه. حلو. نروح بقى للجزء اللي بعده. Moving on. Wide shot, WS. وايد شوت، صورة you about واسعة، مش شرط إن الشخص يكون فيها كامل. تمام، يعني أنا شوف هنا هو جايب الصورة هنا منين. يعني ممكن نقول اللي هي عند الشست شوية، اللي هو الصورة اللي احنا قلنا عليها في الميديوم كلوز اب والكلام ده. بس هو جايب، هو مركز هنا فين؟ الميديوم كلوز اب يبقى جايب لحد الراس بس، لكن هو جايب الاوبجكت موجود في المكان. فهمتوا الفكرة؟ يعني أنا الصور اللي احنا قلنا عليها الفول شوت والكلام اللي هو على الشخص نفسه بيبقى آخره لحد الراس. حلو. لو زود مسافة زي اللي احنا شايفينها كده، تقريبا واخد الصورة أصلا كلها، بس هو مبين الأوبجكت اللي موجود. The wide مثلا shot هنا أهو، positions subjects far from the camera to visually represent their relationship to their environment. زي ما احنا قلنا أهو، هو معبر هنا مهتم بالسبجكت، بس علاقته إيه بالوصلة اللي موجودة، علاقته إيه بالمكان اللي موجود هنا، بس أهميته كله على الشخصية اللي موجودة دي إيه. This is distinct from the establishing shot, which is about location. The wide shot أهو. is pretty هنا مثلا لو انا عندي شخص مثلا وليكن ارتفاعه كده، او ارتفاعه ايا كان من هنا مثلا لهنا، بس في تفصيلة تانية، هو مبين الغرفة كلها وصالة البولينج مثلا وهو قاعد. فالموضوع مبين الصورة بس مش مبين الشخص من اخر حاجة، مش الرأس. فما اقدرش ان انا اقول عليه الكلام اللي فات التاني ده اللي هو اللي كان على اليمين. الفيديوهات ده هبعتها لكم، ما تقلقوش. principally concerned with the scale of the subject. I'm finished. Or comment on a subject's relationship to their environment. In this wide shot from Phantom Thread, we can see the characters Alma and Reynolds dwarfed by a messy ballroom. Paul Thomas Anderson أو مش ده ممكن يكون ماستر عادي؟ the world ممكن around يكون them. ماستر عادي، بس هو الفكرة كلها ممكن يعني اللقطة بتبقى أوسع شوية، مكبر المكان شوية، وبعد كده بيدخل بزوم أكتر على التفصيلة دي، فيبدأ يبين التانية. فهمتوا الفكرة؟ هي رابط، هي فكرة الحاجة زي ما احنا جزأنا. ثانية واحدة هنا، زي ما جزأنا في الجزء ده كده، الجزء اللي هنا ده، لما قلنا ده بعد كده جزأنا شوية، هي نفس الفكرة. الصورة كده اكستريم، كده ماستر، كده وايد شوت، فكأني بدخل زوم أكتر. وصلت معايا ولا ايه؟ ايه. تمام. تمام. هنكمل Use it when you need to establish the depth object. كده. احنا فهمنا التلاتة، Full shot. ندخل بقى بالكلام اللي على الشخص. لو جايبين هنا في صورة، هنا الراس اهي والرجلين، يبقى هو أول حاجة الكلام اللي هيجي كله من بعد الفول شوت ده علاقة بالشخص نفسه، ده علاقة بالجسم والشخص نفسه. When a أهو. subject's in هنا مثلا مهتم ان هو جايب الشخص فوق اهو، ماشي، الراس اهي، وفصل صغير قوي هنا، وجايب تحت فين برضو نفس الفكرة، عشان يبين الشخص. انا عايز ابين الشخص دي بس. ده entire كده body فول شوت. reaches from the top to the bottom edges of the frame, the shot is defined as نفس full. الفكرة هنا. With a full shot, it's not necessary to put the subject in the center of the frame, but notice how often this is the case. مبقاش فيه فاصل كبير زي اللي احنا شايفينه في اللي هو الفيديو This اللي احنا قلنا example is عليه. effective الفاصل because بيبقى it حاجة is tight صغيرة enough to بس. tell a story with a ثانية character's كده. face. الفاصل حاجة صغيرة ما بينه وما بين التاني، مش مثلا اقول فاصل 2 متر،
كده ما يبقاش فول شوت اصلا. يعني فاصل كبير اللي هو ضعف المسافه نفسها كده مش فاصل. تمام كده انا دخلت في جزء الوايد شوت شويه، فيبقى اقدر ان انا افرق بحاجه بسيطه ما بينهم. but wide enough to further the story by observing certain statements about their glory. هنروح Cowboy. للي بعده. ده بقى اللي هو الميديوم فول شوت او الكاوبوي. شايفين الصوره جايبين اهو فوق الركبه وجايب ايه جزء هنا على الراس. The medium full shot is arranged from the top of the subject's head to just below their waist. It is sometimes referred to as a هنا برضو نفس الفكره. نفس الفكره. cowboy shot based on the height of gun برضو هنا اهو الراس اهي، وهنا برضو زي ما احنا بنقول. holsters. Here we can see complementary angles from المشهد ده the بيبين مثلا favorite. حاجة زي ثقة composed in شوية أو medium قوة، يعني ثقة شوية folds. للصورة، بس على حسب البوز بتاع الكام، الزاوية بتاعة الكاميرا هي اللي هتبين هل ده موقف ضعف ولا موقف قوة. تمام. بس أهم حاجة في المشهد ده إن أنا The بقدر cowboy angle أستقبله on the منين؟ character من الجزء اللي هو فوق الركبة بشوية لحد الجزء اللي احنا بنقول عليه اللي هو فوق الراس. بس هنا كبر المسافة حاجة صغيرة عشان خاطر الارتفاع بتاع إيه؟ السلاح اللي هي ماسكاه. تمام. when you need to present, especially بعد كده ده اللي احنا بنقول عليه اللي when هو weapons might be الكاوبوي drawn. أو الميديوم فول شوت. Moving on, perhaps the كل اللي بعده medium shot. الميديوم شوت بقى ده اللي احنا قلنا عليه من نص الجسم بالظبط اللي فوق الراس. MS. Perhaps the most popular shot size in all of cinema is the medium shot. But why? Because it's more of a neutral shot, neither dramatic like a close-up or distancing like a wide shot. It captures the subject ده in a اللي هو قالك size اللي فات similar ده or مسافة distancing like ان هو بيدي، وده الطبيعي اصلا. مثلا ان انا لما بشوف حتى بتوع اليوتيوب بيجي يتكلموا تلاقيهم دايما جايبين المشاهد قريبة بالحاجة دي بالحجم ده اللي هو جايب من الميديوم شوت او من فوق شوية. ده كده مثلا ده وايد شوت لانه هو جايب الشخص اهو علاقة بالمكان الفراغ اللي هو فيه. هنا ده اهو ميديوم شوت. ده الشيست ده فوق شوية، ده اللي هو المسافة اللي the بعده. head. Shot positional بس هو قال لك ان الميديوم شوت قلنا زي ايه؟ environment, environment. كده فهمنا ان الميديوم شوت هو من النص كده لحد فوق. فأي حاجة صعبة الحتة دي لحد دلوقتي؟ لا. تمام. لا تمام. Chest. نكمل اللي بعده. Environment, MCU. MCU اللي احنا قلنا نعم. عليه ايه؟ نكمل. تمام. ال MCU اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده medium close up shot اللي هو جايب من فوق اللي هي تحت الصدر شوية، هي دي. تمام. نيجي نعمل شير. When a shot frames a subject from mid-chest to just above their head, it is referred to as a medium close-up. Medium close-ups are about reducing distraction and prioritizing story and character details. Why don't you start right now and get the fuck out of here? Use it when you need to get intimate with a يعني subject بمعنى without صح، هو انا عايز اشوف الراس في الحاجة دي، عايز اشوف الراس بتاع الشخصية بس مش عايز اهمل الجسم اللي هنا ده. تمام. فدايما ببين الجزء ده. اللي بعده اللي هو الكتف اللي احنا هنقول عليه كمان شوية هو نفس الفكرة. هو ده اللي هو بنبين اللي هو على منطقة اللي هو الصدر، وهنا فوقها شوية اللي هي عند الكتف لازم ده يبان وده يبان. فليه بيبين الكلام ده في المشهد؟ انا ببقى محتاج التفصيلة اللي فوق. تمام. بس عايز ما اهملش الكتلة اللي تحت، ما اهملش الكتلة بتاع الجسم اللي تحت. تمام. losing their physicality. Perhaps I treated you too harshly. Here, the villainous Thanos snaps his fingers during وهنا كان بيبين مثلا قوة ثانوس لما كان عايز اللي هو بيجرب السلاح مع انه هو هيفجر او هيموت نص البشرية. تمام. او نص اللي في الكون عامة. Climactic فهو كان moments of جايبين شايف الصورة منين؟ من هنا وجايب Avengers تفصيلة اللي Endgame. هنا. With this shot تمام. size, thinking I ده remember الكلوز اب. بعد كده Are you جايب ready for it? الكلوز اب بقى It's اللي هو the السي يو، close-up. جايب See الكتف you. شوية، جايب جزء Here's Johnny. مع Of حاجة course, the بسيطة most خالص من powerful الكتف. visual weapon لو شفنا تحت هنا حاجة بسيطة خالص اللي هي النزلة بتاعت الكتف. for highlighting a change in emotion or dramatic beat on screen.
close-ups are most often arranged at eye level, better to dig into the windows of a soul. In this shot size, we have a front row seat for a character's thoughts and feelings. Will you help me? Yes, anything. The close-up is about empathy and illustrates how dramatically effective it can be in a time of decision or anxiety. Our final category, extreme close-up shot, ده ECU. بقى الاكستريم اللي احنا قلنا عليه، اللي هو التفصيلة شكلها عامل ازاي. An extreme close-up, or ECU, frames a subject to isolate a specific area. This could be lips, ears, or nose, but the eyes are typically the focus. Like here in Kill Bill Volume 1. As the bride is swarmed by the crazy 88, we cut back and forth between their entry points and her frantic eyes. But when the function of a specific prop or an intimate detail is necessary, filmmakers will often هنا مش rely on شرط the مش شرط ان الحاجة تكون كشخص مثلا، ممكن تفصيلة صغيرة. يعني انا الاكستريم ده معناه ان انا بدخل على تفاصيل صغيرة، يعني ممكن ان انا عايز اصور خاتم مش شرط يكون في الايد، تمام، ومش شرط عايز اصور ساعة، عايز اصور منتج، فده يعتبر اكستريم لان الحاجة صغيرة اصلا، فداخل ان انا بصورها بشكل صغير. ممكن استخدم حاجة، يعني اعتبر ان في الاجزاء دي مثلا ان الكان حاجة صغيرة، واعتبرها كأنها فول شوت. فول شوت بمعنى ايه؟ ان انا ببينها من اقل حاجة ليها، بدايتها ونهايتها، فاهمين؟ يعني أنا لو جايب قلم ببين القلم من الراس بتاعت القلم لحد السن بتاعه، يبقى انا كده عامل فول شوت للقلم. فاهمين الفكرة بتاعتي قصدي ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ اي نعم فاهمين. تمام. يعني انا عندي اوبجكت بركز في الحاجه بتاعته من بدايتها لنهايتها، ده الفول شوت. بالظبط، ده فول شوت بس الاوبجكت نفسه. يبقى انا استخدمت فكره الفول شوت عشان ابين الكان مثلا، الكنز اللي انا بصورها، عشان خاطر ان انا ابينها كلها. بعد كده قمت داخل بمسافه اقرب شويه اللي هو الجزء الكاب بوي. مثلا لو انا بعمل حاجه يعني فكره شويه كده، انا ممكن اقوم حاطط عليها الجزء مثلا بتاع الطاقيه صغيره تحط على الكان نفسها، تدي شكل مثلا اللي هو ستايل الكاب بوي. مثلا لو انا عايز اغير بس في ستايل الفيديو، تمام، ده حاجه بقى اللي هو ديكوريشن بقى للمكان والحاجات اللي انت بتعملها. حلو. واصلة الفكرة تمام. يعني ولا مش واصلة؟ اه. طيب، ده اللي هو بس آخر في حاجة. الميديوم كلوز إيه؟ في الميديوم كلوز اب لما بيكون يعني ممكن تبين حتى اليد، يعني لو بتبين نص من الكتف للراس، بس ممكن تبين حتى يديك. ثانية واحدة. الميديم كلوز اب اللي هو فوق ال عند الصدر كده. أنا لو رافع الإيد في المستوى بتاع الكتف مثلا، الكف بتاعي ظاهر، فطبيعي إن هو هيظهر، تمام. مم. بس أنا لو سايب إيدي لتحت، طبيعي إن هي مش هتكون موجودة، لأن هو واخد اللقطة منين؟ من عند نقطة الصدر بالظبط. فلما اجي اشوف حاجه فوقها، لا مفيش حاجه خلاص، اللي هو فوقها جزء الراس. تيجي تحت مفيش حاجه، مش هعرف اجيب حاجه تحتها، هي اللقطه ثابته على كده. فاي حاجه تدخل بقى في الزون بتاع الكادر ده هتظهر معايا. يعني بمعنى عشان نوضحه برسمه اكتر، اه انا عندي اه هنا كده، تمام، والصوره جايه كده، تمام. الايد اهي، الايد اهي مثلا، تمام، الكوع بتاعه مثلا جاي هنا كده، وده الايد اهي. الايد انا واخد من النقطه دي، تمام، ده اللي ظاهر. لو الايد الكوع عامل كده والايد طالعه لفوق كده، ماسك كتاب او ماسك موبايل، فطبيعي ان انا ايه؟ هشوفه، لانه هو داخل معايا فين؟ الكادر بتاعي، تمام. انما لو مم. الكتاب مثلا زي الصوره هنا اهي كده، والكوع هنا، والكتاب او ماسك شنطه بايده كده، وهو واخد اللي هو الميديم كلوز اب، هو طبيعي ان المشهد كده. هو هل ده ظاهر في المربع بتاع المشهد؟ الشنطه لا الشنطه اللي تحت ظاهره؟ لا، يبقى اكيد ده مش لا هيظهر لا. معايا. اللي بيظهر معايا ايه؟ اللي جوه آه. الكادر ده، سواء بقى باختلاف اللقطه اللي انا عاملها ايه. عملت الميديم شوت، عملت اللي هو الام سي يو كلوز اب، وايا كان بقى اللي انا بعمله، فطالما ظهر في المستطيل بتاع الكادر، يبقى ايه؟ هي معايا.
أوكي، أوكي، شكرًا. العفو على ايه، تحت امرك. Commonly هنا used to مثلا كده highlight اخر and حاجه خلاص، isolate اللي هو زي ما something. احنا قلنا الاكستريم. يبقى احنا كده فهمنا، كان عندنا الاجزاء اللي احنا قلنا عليه. هنروح للباوربوينت تاني. هنا قلنا الاجزاء اهو، انواع اللقطات بتاعتها. تمام. في حاجه مش واضحه في انواع اللقطات او الحجم بتاع اللقطه نفسه. اللي كان بيسأل بس احنا هنكمل امتى، هو المفروض الكورس 3 ساعات بالظبط. تمام. هناخد بريك في النص، ما تقلقوش يعني، مش هسيبكم تفصلوا مني. طيب احنا قلنا كده في احجام اللقطه نفسها فيها اي مشكله؟ في حاجه صعبه فيها؟ لا بس كده انا عندي يعني حاجه لاحظتها، ان كان في اي لقاء تلفزيوني كان مثلا الممثلين يقعد يقول مثلا اي ممثل كان ممكن يقول انا ممكن اقعد في المشهد مثلا يومين او 3. هو بسبب كده اللقطات والكادر والحاجات دي هي فعلا كده بتاخد وقت. احنا هوريلك لما مشهد في بنصور الاخر. بكاميرا الموبايل فعلا الواحد في كاميرا الموبايل، يعني دي حاجات جديدة الصراحة، أول مرة أسمع كاميرا الموبايل الواحد بيصور اللقطة وخلاص. لكن دلوقتي أنا حاسة إن في حاجات بقيتي كتير فاهمه المفروض الواحد وهو شويه. بيصور ياخد باله منها. بالظبط، انت بتبقي فاهمه شويه، لان هو انا ممكن بصور بالموبايل ذوقي حلو وبحط الكادر في النص وخلاص بصور على كده. لكن فاهم اللقطه دي بتعبر عن ايه، او ممكن لو مثلا من الاكستريم اقدر ادمج بين مثلا 5 لقطات معينه عشان اطلع شكل حلو كانه فيلم. فانت بتتعلم الحاجه كسينماتيك. على فكره انا بتكلم كتصوير بس عشان ما حدش يفهم ان انا بتكلم تصوير بالكاميرا. لا، انا كل التصوير ده بالموبايل بتاعك. لحد دلوقتي كل اللي احنا هنقوله بالموبايل. تمام. اول ما نبدا بقى اللي احنا نقول اللاب ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده جزء مونتاج. احنا نتعلم الاول تصوير وازاي نكتب سكريبت ونعمل مونتاج واديت وكل حاجه بالموبايل. كأن خالص ان انا مش معايا لاب. تمام. هعتبر ان انا معيش الا الموبايل بتاعي، وان انا بصور برضو بالموبايل بتاعي. بس اللقطات دي يعني انا فهمتها لما اخد الكادر اوسع الكادر بتاعي شويه. انا فهمت ان انا مثلا خدت وايت شوت بس بصور بالموبايل. هل ده فيها مشكله؟ لا، قربت شويه وجبت الفول شوت اللي هو الشكل بتاع الجسم نفسه من الاول للاخر، من الرجل لحد الراس. ما هو نفس الفكره، هو فول شوت بس انا مصور بالموبايل. اللي بيفرق حاجه، انا لما قلت لكم في الاول، لو انا بصور بالكام بتاعه اللي هي بلاك ماجيك، الكاميرا اصلا اللي داخله سعرها في مثلا في 150 الف، او داخله في 4 مليون اعتقد، يعني بالزياده والكلام اللي موجود دلوقتي. فيعني الكام ده تتوقع ان هي اصلا حاجه نينجا كده، حاجه بتصور اصلا من مجرد ما تفتح الكام. لا، ما بتعملش حاجه. لو في اضاءه، لو الاضاءه معتومه، اي نعم تفاصيل السنسور والاضاءه، كميه الاضاءه اللي بتدخل والكلام ده تفاصيل يعني اكبر شويه. تمام. بس مش هيدي لي حاجه لو انا ما عنديش اضاءه. انا مظبط الكادر وكل حاجه، بس انا عندي اضاءه حلوه خدماني بالموبايل، هطلع جوده حلوه. الموبايل بيصور 4K على فكره يعني، فمش هتقلقوا من الموضوع ده اصلا. تمام. باشمهندس لو سمحت، هو كنت عايز أسأل حضرتك حاجة. اتفضل. هو كدنتست اللي هو أنت طبيب أسنان، عايز تاخد صور للحالات بتاعتك، هو كله هيعتمد على الكلوز أب، اكستريم هو كلوز أب. كله هيعتمد شويه لان انا ببين تفاصيل اكتر. تمام. يعني انا ببين التفاصيل مثلا بتاع تقويم السنان او بتكلم في الحاجه، فلازم هعمل زوم اكتر عليه. بس انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي، ان انا وانا داخل ببين مثلا الغرفه شكلها عامل ازاي. ده ديكور في الانترو مثلا مع كل فيديو. فبلاحظ ان انا دمجت كذا حاجه مع بعض، فاللي بيشوف الفيديو مش زهقان منه، لانه شايف فعلا تفاصيل بلقطات مختلفة، بنوع في الزوايا، بنوع في الحركة. فبتفرق طبعا من اللقطة هتبقى عاملة ازاي. احسن يعني انا لو جبت دلوقتي حاجة مشهد، اقول لكم حاجة كده. لو انا جبت مشهد كده، واحد شخص قاعد هنا بيعيط والصورة ثابتة عليه، وصلك احساس اللي هو بيعيط اصلا؟ هي الصورة ثابتة عليه وعمال بيعيط. لا. طب لو انا عملت زوم ان بالراحة ودخلت بقى ميوزك درامي شوية كده، حاجة حزيني كده معاها، وعملت زوم ان كل شوية على عينه لحد ما جبت اللي هو صورة الدموع وهي نازلة على البشرة كده، دخلت جوه المشهد خلاص، عشت جوه اللحظة نفسها عاملة ازاي. اه فده دي حاجة. هتأثر عليا اكتر. بالظبط. فهو ده حاجة تانية بعدها. يعني احنا قلنا أول حاجة في الكام بنتعلم اللي هو السايز، حجم الشوت عامل ازاي، اللي احنا اتكلمنا عليه كل الكلام ده، اللي هو حجم اللقطة نفسه عامل ازاي، الكادر بتاعي جاي منين لفين. تمام.
هقدر العب بقى بالزوايا والحركه بتاعه الكام، هقدر اعمل اللي انا عايزه بيه. وهنشوف دلوقتي اصلا مشهد في فيلم عباره عن فيلم ستار وورز لما كان سكاي ووكر لسه داخل. المشهد ده بالظبط مدته ممكن 30 ثانيه. حرفيا في كميه حاجات، حركه كاميرا، انواع المشاهد، انواع اللقطات غريبه. حرفيا غريبه، ممكن تكون خدت شهر عشان تتصور المشهد ده مثلا في 30 ثانيه. ده المده اللي كنا بنسال على جزء السينما. تمام، لان بيفرق. المشهد الواحد ممكن يكون فيه لقطات كتير وانواع حركه كتير للكام. طبعا احنا بنصور حاجات كشخص مثلا بعمل دعايه، حاجات ابسط شويه بكتير من الاجزاء اللي انا بتكلم فيها. بس لو عايز اعمل حاجات تانية احترافيه، برضو مش هيعيب اللي انا معايا الكام ومعايا الموبايل قصدي، واصور بيه ومنتج بيه كمان، واعمل حاجات تبان شكلها حلو.